محور الدفاع محمد امين بن حميده كظهير ايسر، اوني اوغبولو في وسط الميدان الى جانب خليل الجنيشي، ينسى محمد امين باللكحل، محمد علي اليعقوبي، مجاهد الفطناسي، كريست جونيور انام الكونغو. هدف مقابل صفر في المقابل ثاني مباراه الترجي كضيف المباراة الأولى ضد مستقبل جابس وتعادل صفر مقابل عبد العزيز المناعي وعلي الغازي الغراري. انطلاق المباراة، مباراة الشبيبة والترجي مباشرة يوسف البلايلي كرة على مستوى القائم الأول، يتدخل ترجع للدولي الجزائري والحارس التونسي اللي التوزيعة الأخيرة والتصويبة التشكيلة الأساسية. ينساس التمرير ممتاز ولكن الكرة ممتاز، يوسف البلايلي يحضر الكرة 1-2 اختيارها للشبيبة ولكن الكرة اختيارها كانت تونسي، رمية 5 متر و50 لصالح فريق الشبيبة القيروانية. قلب الهجوم كرة أخرى في المحور والحارس أشرف كرير والحارس من باللكحل مباشرة الجهة اليسرى، والتدخل الأخير كان حاسم من الظهير الأيمن. ساس طلب الكرة من شهاب الجبالي يمر الكرة بسرعة، كرة ممتازة العملية لصالح الترجي عن طريق يان ساس يخرج الكرة للجبالي لكن يرجع لمحمد امين بن حميدة. محمد امين بن حميدة طلب الكرة من يوسف البلايلي، وزع الكرة وبالراس. نبحث على الاهداف في ملعب حمد العواني بالقيروان، التعادل 0-0 بين الترجي والشبيبة القيروانية. عياشي من جديد الترجي في محاولات هجومية، كرة ليوغبيلو والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، الإمضاء لأونوتشي أوغبيلو متوسط الميدان النيجيري، يلقى الثغرة في مرمى الحارس أشرف كرير، معلنا عن أحداث الفارق لدى الترجي الرياضي التونسي لتشكيلة المدرب ماهر الكنزاري، لا يتوانى بالإضافة للدور الدفاعي باش يكون مهاجم إضافي في مناطق المنافس متوسط الميدان. أوغبيلو والمحاولات من جانب يوسف البلايلي. حسني كرة للترجي لمحمد امين بن حميدة، التحضير للانساس يوسف البلايلي، يوسف يحاول المراوغة، يوسف البلايلي ولا المحافظة على كورته، يوسف البلايلي التسديد ممتاز جدا، الهدف الثاني للترجي بعمل فني ممتاز بفنيات الجزائر يوسف البلايلي في توقيت الى حد الان 26 انقلاب. الترجي يصبح متقدم 2 أهداف مقابل 0 في 4 دقائق فقط. عبد الرحمن الترجي يسجل 2 أهداف، هدف عن طريق اونيتشي اوغبيلو في الدقيقه 22 ويوسف البلايلي يضيف الهدف الثاني في توقيت 26 دقيقه لعب. الصنعة والمهارات والفنيات لأحد أبرز اللاعبين في الترجي الرياضي التونسي الدولي توري في وسط الميدان، الكرة للشبيبة والترجي منذ بعد الإيفواري اللي سجل ضد الاتحاد المنستيري نيجيري أوغبيلو في الاستحواذ حاليا من جانب يان ساس، ثم محمد بن علي، ثم توزيعة أخرى والتألق للحارس أشرف كرير بن حميدة، إعادة من جديد لمحاولة وكرة أخرى والاستدامها بالقائم وترجع، وثم أشرف الجبري يفوت فرصة كبيرة. التمريرات ليوسف البلايلي بسرعة للجنيشي، يصبح كمهاجم والدفاع يخرج له. التمريرة ممتازة لشاب جبالي التحضير من شاب جبالي بالراس فوق المرمى، يسجل أكثر من 2 أهداف. شوف الإعادة، شوف بالراس، ولكن الأندية الأخرى والمحاولة والتوزيعة الأخيرة والكرة مباشرة لصالح الترجي الرياضي التونسي ويوسف البلايلي ينتظر الحلول، المحاولة من شهاب كريست المراوغة لكريست باش يسدد كريست ولا ممتاز، سدد الكرة في زاوية مستحيلة. شوف الإعادة، التسديدة من كريست جونيور والتوجيه بن حميدة إلى حد الآن. عبد الرحمن الدقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول والتقدم للترجي 2 مقابل 0. صحيح، والكرة تبقى ليوسف البلايلي من جانب الترجي الرياضي التونسي يمين بن حميدة، والهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي. إذا أشرف الجبري يتمكن من التسجيل 3 أهداف الترجي الرياضي التونسي في مرمى الحارس أشرف كرير قلب الهجوم. إذا 3 مقابل 0 الإعادة
للهدف المسجل من جانب الترجي، الإصرار من أمين بن حميدة، ثم يوسف البليلي. يوسف البليلي من جديد، الكرة اللي توصل لأشرف الجبري، تمكن من التسجيل، تمكن من الشوط الأول 3-0 للترجي في لقاء الجولة الثالثة ذهاب منذ الشوط الأول. أكيد اللي يسعى لتجاوز الفشل وكذلك معناها عدم النجاح من الناحية الهجومية في الشوط الأول، والمحاولات ليوسف البليلي ثم يان ساس، ورابع الأهداف لصالح الترجي بفضل يان ساس البرازيلي. النجاعة قياسية للترجي الرياضي التونسي، يان ساس، وكذلك تألق ليوسف البليلي. النجاعة قصوى من جانب الترجي اليوم في مباراة ملعب حمد العواني بالقيروان، وبالطبع الحيرة بالنسبة لغازي الغرايري مع الثغرات في دفاع شبيبة القيروان. شهاب الجبالي ثم المحاولة، والكرة تصطدم، هجوم الترجي محمد بن علي، كرة تصطدم بالقائم باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. أحمد بوعسيدة اللي يسعى وكذلك كان الشهير 2010 للمنتخب الجزائري والتكوين في أوروبا. المحاولة من جانب المحاولات من زملاء شهاب الجبالي، شهاب الجبالي وأشرف كرير. أشرف كرير يغادر الزاري، أو الإعادة من جديد للتدخل من أشرف كرير في تفادي أوكبيلو والصعود العيفي من الجهة اليسرى والتوزيعة، والمحاولة لشهاب الجبالي. الفرصة من جانب الترجي الرياضي التونسي والتصوير وكولي توا الكرة يوسف البليلي، ما فماش تسلل، يخرج يوسف البليلي، راوغ يوسف البليلي، التسديد، كرة جانبية بعد مراوغة عمل كل شيء يوسف البليلي أمامنا على الصورة. هذا شوف التمريرة من أوكبيلو، يخرج يوسف البليلي يراوغ بالحارس، يعمل الصعيب يوسف البليلي يسدد الكرة مرة شام. 4 أهداف مقابل 0 للترجي أمام الشبيبة. ثم تقاو يوسف البليلي، ويوسف البليلي وبالقدم لخليل القنيشي. طبيعي والترجي الرياضي التونسي صاحب لقب البطولة الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، وحمدي هلال مدافع صلب أمام الظهير الأيسر.